4 حاجات تاخدي بالك منها قبل ما تختاري المدرسة. أول حاجة لازم تحددي البادجت بتاعتك اللي انت ناوية تدفعيها في المدرسة، وخلي بالك الموضوع مش بيقف بس عند مصاريف المدرسة، لكن بيكون فيه باص وسبلايز ولبس وغيره. تاني حاجة اختاري مدرسة تكون قريبة من البيت، وده علشان توفري في حاجتين مهمين. أول حاجة الوقت اللي هتاخديه وانت بتجهزي لولاد المدرسة الصبح. تاني حاجة لو المدرسة قريبة من البيت يبقى احنا كده هنوفر في بند مصاريف الباص، وممكن توصلي الولاد وانت رايحة الشغل الصبح أو باباهم يوصلهم لو هم في طريقه. ثالث حاجة لو فرضنا ان وقع الاختيار على مدرسة وعجبتك، لازم تذاكري تاريخها كويس، وده بان انت تخشي جروبات الماميز وتسألي كويس قوي المدرسة دي ايه مشاكلها وايه تجربة اولياء الامور اللي سبقوكي. وخلي بالك مفيش مدرسة عليها اجماع 100%، لازم انت كده هتقيمي الوضع وتشوفي ايه مثلا من عيوب المدرسة انت تقدري تتعاملي معاه وايه بالنسبة لك مرفوض تماما. رابع واهم حاجة، ودي نقطة مهمة جدا، حاولي تدوري على مدرسة لسه فاتحة جديد وولادك لما هيخشوها هتبقى اول سنه ليهم، وده لسببين مهمين. لما بتكون المدرسه فاتحه اول سنه، اول دفعه بتبتدي بيها المدرسه بيكون عندهم حاجه اسمها لوكت فيز او جولدن يير، بمعنى ان المصاريف اللي بتدفعيها في اول سنه لابنك او بنتك بتفضل هيها ثابته، مش بتزيد من اول لما بيخش لغايه ما ربنا يكرمه ان شاء الله ويتخرج. تاني حاجه المدرسة لما بتكون لسه جديدة البنية التحتية بتاعتها بتكون كويسة جدا ومش متهالكة ولا بايظة، وده هيخلي تجربة الولادة التعليمية تجربة كويسة جدا. بس خلي بالك النقطة الأخيرة دي بالنسبة للمدارس الجديدة مش بتكون إيجابية 100%، علشان بيكون في دايما تخوف من المستوى الأكاديمي للمدرسة، وولادك بيكونوا هم أول دفعة فهم أول ناس بيتجرب فيهم، ومفيش حد جرب قبل كده علشان خاطر تسألي. شاركوني واكتبولي في الكومنتس لو عندكم ولاد على وش مدرسة بتختاروا المدارس ازاي وبتعملوا معاهم ايه.